عارف ايه اصعب حاجة؟ انك تحس انك منافق، انك لسه مخلص صلاة دلوقتي ومن ساعة واحدة كنت بتعمل ذنب انت عارفه. في اللحظة ديت الشيطان بيستغلك ويجيلك ويقولك يا عم اتكسف على دمك شوية، ده انت لسه عامل ذنب اهو، ده انت كلك ذنوب، سيب الصلاة دي للناس اللي وشها منور. فهنا الشيطان دخلك من مدخل كلنا بنفكر فيه، ولكن الشيطان هنا مش عاوزك تتوب فعلا ولا خايف عليك. هنا الشيطان مرعوب انك ترجع لله عز وجل. لولا رحمتك تقربني من نورك فامنح. النبي صلى الله عليه وسلم حسم الجدال ده في جملة واحدة تخليك تتنفس بالراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. شوف هنا النبي قال ايه؟ كل بني آدم خطاء، يعني كله خطاء، كله بيعمل ذنوب، ولكن كمل الحديث: وخير الخطائين التوابون. يعني انت تذنب، ولكن ما تنكش واقع، يعني ما وقعتش في الارض تنك قاعد بقى وعمال تعيط. وانا لما كل شويه ما اجي اصلي اعمل ذنوب، طب انا مش هكمل صلاه غير ما اتطهر من ذنوبي ديت، وانا مش مصلي غير ما اخلص كل ذنوبي، ما عادش اعمل ذنوب خالص. ولكن ده مش هيحصل، لأن كل بني آدم خطاء. شوف صفات المتقين ربنا ذكرها في القرآن، ومن صفاتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب يا رب، دول كلهم اللي هو عمل ذنب وتاب، ده جزاؤه ايه؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. طيب أنا مش عاوز أعمل ذنوب خالص، هقولك ده مستحيل. وده أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبون لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فالشاهد ان انت وقعت تقوم، ما تنكش واقع على الارض بقى. تمام. وفي قصة جميلة جدا لسيدنا علي رضي الله عنه: أتاه رجل فقال له أو سأله عن العبد يذنب، فسيدنا علي قال له: يستغفر الله ويتوب، وإن عاد يستغفر الله ويتوب، وإلى متى؟ قال سيدنا علي: حتى يكون الشيطان هو المحسور. اللي هو ايه ده؟ الراجل ده مفيش منه راجل، ده انا عمال اوسوس له والراجل بيه برضه بيتوب تاني. فهنا الشيطان يئس منك، عمال يوسوس لك. طب انت عملت الذنب، طب خلاص بقى، هو فرحان بقى، مفكر نفسه بقى شاطر كده. ولكن انت تكون اقوى منه وتتوب الى الله عز وجل، فيكون الشيطان هو المحصور. اللي هو يا لهوي، انا خليته عمل الذنب ده بعد الذنب دوت تاب وقرأ قرآن، ده ما كانش بيقرأ قبل كده، وبقى بيصلي عشان يكفر عن ذنوبه ده. فهنا الشيطان خسر ما كسبش. تمام. وفي لفتة سريعة: إن هو كل لما نقول آية أو حديث يدل على إن العبد إذا أذنب وتاب تاب الله عليه، هنا لا نستقوي أو هنا يعني لا نتقوى على المعصية، واللي هو إيه؟ طمع في رحمة الله. اللي هو أنا طبعا كلنا نطمع في رحمة الله، ولكن اللي هو أنا أخش أعمل معصية وربنا هيبقى يتوب عليا. هنا لا، لو أنت بتفهم الأحاديث اللي بتتكلم في هذا الموضوع بهذه الطريقة، فده غلط، غلط شديد جدا، غلط شديد جدا. ويعني عاوزك تاخدها بناحية ايه؟ اللي هو هو ربنا هنا رؤوف بينا. ربنا هنا لو طغت عليك النفس والهوى والشيطان والدنيا وأذنبت فبابه مفتوح. لك أن تتخيل أن الله عز وجل إذا قال إذا أذنب العبد سيعاقب على ذنبه ولا توبة له. هنا واحد لو أذنب ممكن يموت نفسه حرفيا، اللي هو أنا أذنبت، طب أنا ماليش توبة، طب خلاص بقى هكمل. ولكن هنا من رحمته ورأفته بنا وعلينا خلى العبد المذنب إذا تاب الله عليه. تمام. طيب تعالى ناخد الموضوع ده بموضوع عملي، اللي هو تعالى أقول لك حاجة فعلا ممكن تحصل معانا كلنا. أنا مثلا لو معايا تليفون، التليفون ده لو وقع مني على الأرض، هل هسيبه وادوس عليه وارميه وخلاص بجيب غيره؟ ده غير منطقي بالمرة. هتشيله وتمسحه وتستخدمه تاني.
كذلك الصلاة. الصلاة هي الفوطة اللي بتمسح قلبنا، هي الفوطة اللي بتنظفنا من جوه. الله عز وجل وصف العباد دول في قوله زي ما انا قلت: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله. هنا دولت ربنا مع انهم عملوا فاحشة، ذنب كبير قوي، ربنا عز وجل وصفهم بأهل الجنة زي ما انا قلت: ولكن جزاهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. تمام. يعني عمل فاحشة وذنب كبير قوي وطغى في الذنوب، وبرضه ربنا وصف من أهل الجنة: ولكن لأنه ذكر الله فاستغفر لذنبه فغفر الله له. فاللي أنا عاوز أقوله لك واللي أنت تطلع به من الفيديو إنك اوعى تسيب الصلاة مهما كان ذنوبك، لأن الذنوب هي الداء والصلاة هي الدواء. فهل يعقل إن واحد ذا عقل يسيب الدواء عشان عنده الداء؟ لا طبعا، محدش يعمل كده. تمام. كمل صلاة وانت بتغلط، وصلاتك هي اللي هتشيل الغلط ده بالتدريج من حياتك. بس السؤال هنا: انا جيت اتحمست اهو، سمعت فيديو اتحمست، ليه بعد ما اتحمس ارجع تاني يحصل فطور وانا ما كملش عبادة؟ ده ان شاء الله اللي هنتكلم عنه في الحلقة القادمة. تمام، علشان نعرف فين المشكلة بجد. فلو انت مهتم تتابع السلسلة بتاعتنا تعالى اكلمك عن الدين. وطبعا ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتقول لنا رأيك في التعليقات. وانا زي ما قلت لك السلسلة ده ان شاء الله مفتوحة إلى أن يشاء الله. فأنت لو عندك سؤال، عندك حاجة حابب نتكلم فيها، اكتب لنا في التعليقات. ولو أنت عندك محيط مثلا بالحاجة اللي احنا عاوزنا نتكلم فيه، وعندك مثلا أفكار فيها، يبقى أنت كده سهلت عليها جامد. وإن شاء الله يعني نلبي هذا النداء إن شاء الله. إن يعني أحيانا الله فيما بعد. تمام. ولو حد سألك عن الدين استنى الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.